صباح الخير. وها هي الشمس تشرق مجددا على مصر، بلد الديمقراطية والحرية والمهلبية. يا جماعة النهاردة انتخابات الرئاسة. الانتخابات النهاردة غير خالص ال77 مرة اللي فاتوا في ال3 سنين. الانتخابات المرة دي فيها قدر لا يستهان به من الرومانسية. في حالة من الحب والعشق، وده شيء جديد ومريب للأمانة، لأنك ببساطة لو سألت أنت بتحبه ليه هتلاقي أغلب الإجابات ليها دعوة بالصعبانيات، الأحاسيس، واستدعاء الخير ومملكة الخواتم، كلام على تلك الشاكلة. وده من وجهة نظري اللي البعض هيقول إنها ضحلة لا يمكن أبدا إنها تكون معايير لاختيار رئيس يحكم هذه البقعة الموبوءة من الأرض. أما على الجهة الأخرى فإحنا لقينا حاجات، ممارسات أول مرة نشوفها في الانتخابات. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، واحد، الناس بتطلع يا جماعة من اللجان ترقص وتغني أغاني معمولة مخصوص عشان الحدث. ابن عمك البورسعيدي وابن خالتك مش عارف إيه، ما علينا. والصراحة إحنا أول مرة نشوف الموضوع دوت، أول مرة. اتنين، الناس كلها بتلغوص صباعها في الحبر اللي بيقولوا عليه فوسفوري، مع انه في الاصل بيديك لون موف، ويتصوروا ويحطوا صور على الفيسبوك. وده برضو حاجة جديدة، لانج واريال كمان. الشرخيصة بس جديدة خالص، جديدة. 3، الناس واقفة في الطوابير وسعيدة قوي على الرغم من الحر والصهد، برجاء الرجوع لساوند أسخن مكان في الأرض عشان يساعدك، وهم شاعرين بوطنية وحب كده لمصر. مصر يا رأفت. 4، في ناس بتقول لو انتخبت فلان هتدخل الجنة. وانا الصراحة اول مرة اسمع الكلام ده، وده شيء عجيب وظاهرة اول مرة نشوفها طبعا في مصر، البلد المتدين بطبعه، واللي وصل لدرجة ايمانه انه بقى مكشوف عنه الحجاب لدرجة انه يعرف مين لو انتخب مين هيدخل الجنة، وده قمة الاعجاز العلمي والادبي. 5، واخيرا ودي من عندي انا الصراحه، مش عارف ليه عندي احساس غريب اننا هنلبس. مش عارفه، ودي اول مره تحصل لنا من 3 سنين. اول مره نلبس، يعني اتفاجئت، اول مره نلبس. كل ما سبق ان دل على شيء فانما يدل على ان الشعب ده يعشق التجديد، يتعلم من اخطائه، يدرك ويقرا التاريخ جيدا لدرجه تخليه ما يكررش الحكايه للمره الدشليون، ولا كاننا في فيلم الف مبروك، على اساس اني مت موتات اصيع من كده قبل كده. والله مرار طافح. يلا كل انتخابات وانتوا طيبين ان شاء الله، وكل ثوره وانتوا طيبين.